بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. من المعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم مدى حبه وتقديره واحترامه لزوجاته، وخاصة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ فقال: عائشة. فقلت: ومن الرجال؟ فقال: أبوها. والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان يعلم جيدا أوقات زعل السيدة عائشة منه، أينما تكون عنه راضية وأينما تكون عليه غضبة. وده الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت فيه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. فقلت: من أين تعرف ذلك يا رسول الله؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فقلت: لا ورب محمد، وأما إذا كنت علي غضبة قلت: لا ورب إبراهيم. فقالت السيدة عائشة: أجل والله يا رسول الله، ولكن ما أهجر إلا اسمك. والحقيقة السيدة عائشة كانت دائما ما تتفقد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليها، كانت دائما تقول له: كيف حال العقدة يا رسول الله؟ فكان يقول لها: هي على حالها. العقدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمي أو يصف حبه للسيدة عائشة كحال عقدة الحبل التي لا تنفك أبدا. والحقيقة إحنا محتاجين نسقط كم المشاعر والحب والرومانسية وكل الكلام الجميل ده على واقعنا الحالي، ولكن للأسف الشديد في بعض الأسر وبعض الأزواج دائما ما نسمع جملة أصبحت مشهورة شوية، وهي: ما بقاش يحبني زي الأول، أو ما بقتش بتحبني زي الأول. بمعنى إيه زي الأول؟ أو إمتى الأول اللي هم بيتكلموا عنه؟ اللي هو وقت الخطوبة أو وقت العقد أو كتب الكتاب أو وقت بداية الزواج، بيكون في حب ومشاعر كبيرة جدا، وفجأة بيلاقوا إن المشاعر دي راحت فين، ويسألوا هما الاتنين: راح الحب فين بعد الزواج؟ طيب يا ترى الإجابة على السؤال ده إيه؟ أين يذهب الحب بعد الزواج في البيوت؟ وهل صحيح يدخل الزواج من الباب فيخرج الحب من الشباك؟ هل المقولة دي صحيحة ولا لا؟ هتجيب على أسئلتنا دي كلها الأستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية واللايف كوتش. السلام عليكم أستاذة خديجة، وأهلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أستاذة ندى، حياك الله في برنامجك أهلا ومرحبا. المتميز دائما وأبدا. أهلا ومرحبا بحضرتك. الحقيقة يا أستاذة خديجة بنسمع جملة مشهورة: ما بقاش يحبني زي الأول، أو ما بقتش تحبني زي الأول. الحب اللي كان موجود وقت العقد أو في بداية الزواج، مقارنين مشاعرهم في الوقت الحالي بسابقا، أصبحت المشاعر مش موجودة. فعلا هل المشاعر والحب بيتغيروا بعد الجواز؟ طيب، عشان نعرف نجاوب على هذا السؤال لازم أول شيء نحدد نحن المشاعر العاطفية الجميلة اللي بتكون في فترة العقد أو في مرحلة الخطوبة، هل هي حقيقة مشاعر حب ولا لا؟ لأنه كلمة حب هذه كلمة كبيرة جدا يعني، لكن احنا خلينا نسميها، أو هي أساسا اسمها هي مرحلة الإعجاب والانجذاب فقط يعني، اللي هم الناس بترجموها الآن إنه هو فترة حب وإنه بيحبني وإنه في هذه المرحلة هي طبيعية جدا يكون المستوى العاطفي مرتفع جدا. لكن الحب أساسا متى يأتي؟ الحب يأتي من المعايشة والمعاشرة والاقتراب والتعرف على صفات كل طرف على الآخر. المعايشة اليومية هي اللي بتخلق حالة الحب. ليش؟ لأنه الاحتكاك هو اللي بيخلينا نتعرف على الطرف الآخر، فبالتالي أساسا ما كان في حب عشان يختفي، إنما خلينا نقول إنه إحنا ارتقينا بالعلاقة أو المشاعر العاطفية من مستوى إلى مستوى آخر، إلى المستوى الصحيح، اللي هو مستوى إيش؟ المستوى لما نعاشوا مع بعض. فلما نعاشوا مع بعض هنا أول المراحل في تكون الحب، لكن لا يظهر كما هو العاطفة اللي هم بيعرفوها، اللي هو الانجذاب أو الرؤية في حالة الكمال والشعور يعني بالنشوة الحب نفسها يعني. أيوه. إنما اللي بيصير إيش هو؟ تكيف في التعايش مع بعضهم البعض.
في التكيف في هذه المرحلة هنا تبدأ أول بذور الحب ممكن تبدأ. نقول نحن ليش؟ لأنه الزوجان الآن أساسا أصبحوا في بيت واحد، فبالتالي يوميا قاعدين يشوفوا بعض، ويوميا قاعدين يحاولوا يتعرفوا على بعض، ويحاولوا يوميا ينسجموا مع بعض، فبالتالي عقلهم رايح على الجانب العملي في الحياة وليس المشاعر هي اللي تقودهم. فهم بس الشعور اللذيذ اللي كانوا عايشينه هو هذا اللي فقدوه في ذي المرحلة، فبيعتقدوا إنه إيش ما صار يحبني أو ما صارت تحبني. هو أساسا المشاعر دي هي مشاعر يعني قلنا هي انسجام فقط، يعني تجاذب، وهذه حالة حتى بعض الأطباء يعني بيقولوا لك إنه في هرمونات تفرز أساسا للوصول لهذه الحالة الشعورية، لكن لما نيجي نعيش مع بعضنا البعض بتروح هذه الهرمونات زي ما احنا بنقول، يعني ذهبت الفكرة ذهبت السكرة جاءت الفكرة. فهم أيوة راحت سكرة النشوة هذه وجاءت الفكرة. هنا الآن تبدأ أساساً بذور الحب تنغرس. ليش؟ لأنه في عملية تعايش يومي وتصادم اختلاف المشاعر والآواء والأمزجة. هنا حيبين أنهم قادرين على أنهم ينظروا للصفات الإيجابية اللي عند بعضهم البعض، ولا حيركزوا على النظر للصفات اللي هي المختلفين فيها في بعضهم البعض. إذا ركزوا على الصفات المشتركة بين بعضهم البعض حيبدأوا يحبوا بعض. وهنا حتظهر هذه الهرمونات حتى بطريقة ومستوى معين أجمل بكثير مما كانوا عليه في الواقع في البدايات. يعني أستاذة خديجة إن الحب الحقيقي ما بيظهرش أصلا إلا بعد الزواج والعشرة والاحتكاك المباشر، وإن كل طرف يبان قصاد الطرف التاني بكل إيجابياته بكل سلبياته، وهو مبسوط وهو زعلان. الحب الحقيقي ما بيظهرش أصلا إلا في الوقت ده بعد الجواز والعشرة. صحيح، الحب الحقيقي ما بيظهر إلا بعد العشرة، لأنه وقت الصرام كل الناس كرام. في شهر اللي هو في الخطوبة كل واحد بيظهر أجمل ما عنده وأفضل ما عنده بالصورة النموذجية، فليش ما أحبه يعني. وبعدين أنا عندي أساسا صورة نمطية سابقة، عندي حالة شعورية أنا عايشتها قبلها يعني، وراسمة شكل للعلاقة، علاقة حلوة وزهرية ومفرحة ومش عارفة القصص والأشياء دي كلها مؤثرات، فعندي خيال وعندي واقع جميل يعني قاعد أشوفه. ليش ما يصير عندي أنا حالة الحب هذه كلها؟ لكن مع أقل مشكلة هذول اللي بيدعوا أنهم بيحبوا بعض في فترة الخطوبة حتشوفي أنه تصادمهم حيصير تصادم قوي جدا، لدرجة أن كل واحد حيقول أنا كيف كنت ماني شايف العيوب ده. أكيد ما تشوف العيوب لأنه في غشاوة كبيرة جدا تنتهي العلاقة. لكن في المعايشة في الزواج بيصير في اثنينهم محطوطين في مربع واحد، مجبورين هم انه زي حبات الفشار يتصادموا طول الوقت. لما بيتصادموا بيحاولوا دائما، او خلينا نقول بلاش حبات الفشار، انما نقول النهرين اللذين ياتيان من اتجاهين مختلفين، فنقطة الالتقاء حيصير في تصادم الى ان يوجد بس بعد كده يبقى في بقى سهولة. ايوه، في مجرى واحد تم تكوينه، الآن خلاص حيمشوا مع بعض. الآن في الرحلة دي في ذكريات صارت في فترة التصادم، في أشياء صارت فترة تصادم، ما هي سلبية ترى على فكرة. ليش؟ لأنه فترة التصادم حيبان شخصية هذا الطرف كيف يعالج الصدامات، أو كيف نعالج النزاعات، كيف طبايعنا. يمكن واحد بيتكلم كثير مرة أو بيتفوه بكلمات سيئة أثناء الغضب، لكن بسرعة بيرجع يصلح. فأنا بكتشف إذا هذا الطرف لما بيعصب بيسوي كده، ولما بيرضى بيسوي كده. طب الثاني مثلا بينكمش على نفسه، خلاص أنا عرفت إنه هي خلاص بيبقوا عرفوا طباع بعضهم البعض، ويبدأ يعني هو عارف هي بتكون وبيركزوا على ما يرغبون، فأنا أبعد درجة أو أصلحها إزاي وهي كذلك. تمام جدا. طيب أيوة، هذه فترة حل النزاعات بتكون علاقة حلوة جدا، هي اللي بتبدأ فيها بذور الحب. بالضبط، بتكون علاقة حلوة، وبتكون كمان معلومات مظبوطة عن الطرف التاني، ما يبقاش هو مش عارف هي بتزعل من ايه، او هي مش عارفة هو بيزعل من ايه. ممكن تكون بتعمل التصرفات اللي بتزعله وتكررها على طول، لكن الشكل اللي حضرتك وصفتيه ده بيخلي كل طرف عارف تفاصيل الطرف الآخر، ايه اللي بيحبه وايه اللي بيزعله. طيب خلينا ننتقل مع حضرتك لنقطة تانية. والحقيقة في ناس بتتهم الإنجاب السريع أو الخلفة زي ما احنا بنقول بعد الجواز على طول إن هي السبب. يدوب لسه متجوزين فربنا كرمهم ورزقهم من كرمه وفضله يا رب، مباشرة خلفت. فهم بيكونوا لسه حديث العهد بالجواز، لسه أصلا زي ما بنقول كده ما خدوش على طباع بعض، وبالتالي أصبح في طفل أصلا مسؤول منهم
فتحصل تبدأ المشاكل بسبب المسؤولية. ومن هنا بدأت دعوات كتير جدا يا أستاذة خديجة للبنات وللشباب المقبلين على الزواج: اوعى تخلف أول ما تتجوز، أجل سنة 2 3 وممكن 5 كمان. هل الكلام ده مظبوط وصحيح؟ هو صحيح. ليش؟ لأنه أساسا بالإنجاب بصير في مسؤولية إضافية، فتتغير المهام والمسؤوليات والاهتمامات. يعني الزواج لوحده هو مسؤولية. فتخيلي شخصين لسه ما تكيفوا مع بعضهم البعض، لسه ما حطوا خريطة الطريق مع بعضهم البعض، لسه ما رسموا شكل العلاقة كيف تكون، فجأة يجيهم طفل. الطفل ده حياخد مسؤوليات يعني وأدوار كثيرة جدا، حياخد جهدهم، تركيزهم بدل ما يكون على بعضهم البعض حيصير تركيزهم على بعضهم البعض قليل، لكن تركيزهم الكلي على هذا الطفل. كمان لسه هم بيتعلموا التربية والرعاية والعناية. فشوفي انت التشتت اللي بيصير. طبعا احنا قاعدين نتكلم عن الواقع الحالي يعني مش زمان، يعني لأن زمان كان الموضوع شوية أسهل، العائلات بيشاركوا، بس الآن بالظبط. الزوجين هم اللي بيسووا كل شيء. فبالتالي بتصير في تغير في المسؤوليات وتغير في الأدوار. بدل ما يكونوا زوجين صاروا الآن أبوين. معنى أبوين معناها هم لازم يعيشوا القلق الآن وبسرعة. كانوا لسه في مشاعر الخطوبة وكتب الكتاب وأول الزواج، بسرعة لقوا نفسهم مسؤولين من طفل. وكمان المشكلة مو في الطفل، ممكن يجي الطفل الثاني على طول كمان بسبب الحالة النفسية السيئة، فبالتالي ما في ضبط. فبفجأة بيلاقوا نفسهم بقدرة قادر في كم سنة عندهم 3-4 أطفال. كيف صار هذا الموضوع؟ ما حد بيعرف. فبالتالي أساسا إذا جذور العلاقة، لأنه الزوجين هم الأصل، الأبناء هم حالة مؤقتة في الزواج. يعني الأبناء دول بترعيهم تربيهم كل شيء، بعدين بيروحوا يغادروا العش. من الذي يبقى؟ الرجل والمرأة. طب الرجل والمرأة ما بيروا لسه شكل العلاقة اللي بينهم، يعني حيكتشفوا نفسهم معناها في خلال مرحلة تربية الأبناء. وهنا إحنا تيجي المشاكل الأكبر اللي توصل لحد الطلاق بأثار جانبية طبعا مع وجود الأطفال. فهنا لازم ندرك اليوم أنه تغير المسؤوليات، تغير الأدوار، الضغط اللي بيتعرض له الرجل والمرأة، هذا كله بيغير من شخصيتهم أساسا. ولما يغير شخصيتهم بدل ما يتوجهوا للحب، لأنه الحب دي حالة حاجة الراحة يعني، طيب بيكون دائما في وضع التوتر والاستفزاز. فبالتالي بيعتقدوا أنه خلاص راح الحب وغاب الحب وما عاد تحبني وما عاد تحبين. هو في توتر، ما في حالة ارتياح. فلازم إذا نهيئ الأجواء لوضع البذور هذه في الأرض، وننتظر شوية كذا، خليها يعني يكون في شجيرة على الأقل، بس شجرة. بعد كده يجي الأبناء وتجي المسؤوليات، يصير ينمو الأبناء ويكبروا تحت مظلة هذا الحب الصغير، ويكبر معهم هذا الحب. طيب، يعني معنى كلام حضرتك إن احنا ممكن ننصح الشباب والبنات المقبلين على الزواج يعني يتأنوا شوية في موضوع الإنجاب، مثلا سنة على ما أمورهم تتضح، خصوصا إن احنا عندنا إحصائيات كبيرة جدا جدا يا أستاذة خديجة إن عدد حالات الطلاق في سنة أولى زواج تخطت 70%. ويمكن مثلا في إحصائيات في مصر غيرها، إحصائيات في دول عربية أخرى، لكن بتقول إن سنة أولى وسنة تانية زواج كمان بيحصل فيها عدد كبير جدا من حالات الطلاق. فبالتالي نقدر نقول من خلال قوارير النهاردة نتأنى شوية في موضوع الإنجاب مباشرة بعد الزواج. الأفضل دائما أن الإنسان يتأنى في كل خطوة، وليس في الإنجاب فقط. بس تحديدا على سؤالك هذا أستاذة ندى، نعم نحن نقول تأنوا. ليش؟ لأنه الرجل والمرأة لما يدخلوا في الزواج حتى يوجدوا لنفسهم أرضية مشتركة، شخصيتهم أصلا قاعدة تتغير، فطبيعة علاقتهم راح تتغير. فالتغيرات الشخصية اللي قاعد يصير فيهم هم يعني في تطور وفي نمو وفي معرفة زيادة وفي معلومات زيادة وفي تغير في الاهتمامات والقيم والأهداف قاعد يصير في حياتهم هذه كلها. فبالتالي يجب أنهم يتأنوا، لأنه بوجود الأطفال أو مجيء الأطفال كمان راح تتغير شخصيتهم، راح تتغير الأولويات حقتهم، راح تتغير القيم حقتهم والاهتمامات والأهداف راح تتغير. فبالتالي حتى ما يشعروا أن هم زي ما احنا نقول نحن تكلفتوا في الموضوع، ياخذوا الأشياء كلها بالهداوة. أساسا الرجل لما يجي يتزوج، المرأة الآن لما يتزوجوا قاعد يتزوجوا في عمر يعني نعتبر إحنا يعني في الواقع الحالي يعتبر جيد، لكن بالنسبة لزمان يعتبر متأخر جدا. فبالتالي نفس الطريقة كمان يتأنوا في الإنجاب، لأنه الإنجاب حالة دائمة، يعني خلاص أنت موظف وأنت موظفة لأبنائك مدى الحياة. فهل أنتم مستعدين تفتحوا جبهة ثانية لبذل الجهد ولا غير مستعدين؟ لأنه الاستعداد كأب وأم يحتاج له استعداد نفسي وعاطفي ومادي وعقلي، يعني حتى نحن نقدر نمارس هذا الدور باتزان. فبالتالي احنا نحب ان احنا نقول دائما
تأنوا، ما في داعي للعجلة. هذا ما هو موضوع تمشي فيه وترجع، ما في مجال. إذا جاء طبعا الأبناء طبعا. خلاص جاءوا وانتهى الموضوع، يعني أنت هتكمل الموضوع ده كله. ايوه. فأفضل شيء أول شيء ثبت دعائم زواجك، ثبتي دعائم زواجك في علاقتك مع زوجك، امم. وافهمي نفسك وافهمي احتياجاتك وافهمي زوجك وافهمي احتياجاتكم. وبعدين شوفوا أهدافكم إيش في الحياة، إيش خططكم، إيش قيمكم، إيش الأشياء اللي تشتركوا فيها. لما تتعرفوا على بعض تلك الساعة جيبوا الأبناء. لما يجوا الأبناء وأنتم فاهمين وعارفين بعض وطبايع بعض وأمزجة بعض، حيكون جدا سهل عليكم تربية أولادكم في جو قائم على مهم جدا جدا. التفاهم والوعي. امم. يعني هذا مهم جدا يعني. بالظبط. طيب دلوقتي لما بيحصل في البيت ان اصبحت الزوجة شايفة ان زوجها ما بقاش بيحبها، وهو كمان شايف ان هي ما بقتش بتحبه، طيب في الحالة دي المفروض الطرفين يعملوا ايه؟ يعني احنا لينا في هدي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما كنت بقول الحديث في مقدمة الحلقة، ان الرسول كان بيعرف ان كانت السيدة عائشة زعلانة منه ولا لا، لما تقول لا ورب محمد او لا ورب ابراهيم. وهي كمان كانت دايما تتفقد حبه ليها وتقول له كيف حال العقدة يا رسول الله، فيقول لها هي على حالها، لأنه وصف حبه ليها بعقدة الحبل التي لا تنفك أبدا. لو نسقط ده على واقعنا، احنا ازاي كأزواج وكزوجات نتفقد بعض ونعرف بس من نظرة العين إن كان هو أو هي زعلان من التاني؟ طيب هذا يتطلب طبعا جهد مشترك من الرجل والمرأة. جهد مشترك لما نقول إنه كلاهما أول شيء لازم يعرف طبيعة الآخر ومزاجه واهتماماته، ويعرف حالات الرضا وحالات الغضب كيف شكلها عنده. هذا دليل على الاهتمام، أن أنا مهتم جدا، يعني مو أن أنا يعني متعلق بهذا الشخص، أنا مهتم للتفاصيل هذه الصغيرة. ليش؟ لأن التفاصيل هذه الصغيرة هي اللي تصنع شكل العلاقة. فإذا الآن حتى نحن نوصل لهذا المستوى يحتاج الرجل والمرأة يدركوا أدوارهم ويبذلوا جهد مشترك في أنهم يعملوا على تحسين المشاعر العاطفية في زواجهم هذا كله. فلازم إذا يكون عندهم خطوات يمشوا عليها. أول شيء احنا نقول التواصل الفعال مهم جدا، التواصل اللفظي أو غير اللفظي. كون النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ السيدة عائشة عندما تكون غضبانة منه أنها تقول ورب محمد، هذا جزء من عملية التواصل الغير لفظي، أنه إدراكه أنه هي الآن في حالة غضب. أيوة. وهي كمان مدركة لهذا الشيء مع نفسها، فهي واضحة في هذا الشيء ومحددة تماما المساحة التي تعطيها لنفسها إذا غضبت من النبي صلى الله عليه صلى وآله الله عليه وسلم. وسلم. كمان من أشكال التواصل الاطمئنان على الحالة الشعورية. كيف حال العقدة يا رسول الله؟ هذه حالة هي تطمئن فيها إلى العلاقة. هل هي مثلا تنتظر فقط أن يقول لها أن أنا أحبك، ولا هي كمان تبغى تستشف من خلال السؤال بالظبط. هل في شيء تغيرت علي فيه، يعني أنا سببه كذا معناها. يعني أيوة. ايش التغيير اللي انا ممكن سويته انه تغير. طب لو قال لها مثلا النبي صلى الله عليه وسلم انه العقده تغيرت، هل حتبحث تقول له مثلا انت تغيرت علي، ولا حتبحث في نفسها في الاول؟ في نفسها طبعا هنا مهم جدا الأول. الانسان يرجع. ايوه. فهنا إذا الإنسان يجب أن يشوف نفسه، أنا كيف قاعدة أمشي في هذه العلاقة وما الذي أقدمه فيها. مسألة التواصل هذه مرة مهمة جدا في الزواج، ويمكن كثير من حالات الطلاق تحدث بسبب غياب التواصل، سواء أيوة. المسموع وغير المسموع، اللفظي وغير اللفظي. كل واحد الكلام في داخله ينتظر الآخر يفهم. طيب ماشي، إذا أنت ما تكلمت أنا راح أفهم كيف، إذا ما في أي حركات، ما في علامات، ما في إشارات، ما في أي شيء. إيش أيوة. اللغة الخاصة اللي إحنا كوناها بين بعضنا؟ ما كوننا ولا لغة، فبالتالي ما في تواصل. هنا إذن الجهد مشترك لإيجاد حالة من التواصل الفعال، حتى نحن نعرف مشاعر الطرف الآخر واحتياجاته، ونستمع بانتباه لهذه المشاعر وهذه الاحتياجات. نستمع ممتاز. يعني نركز شوية ونستثمر في دي العلاقة. كمان تحديد الأهداف المشتركة يزيد بناء المشاعر الإيجابية. كل ما يكون عند الزوجين هدف مشترك يشتغلوا عليه مع بعضهم البعض، طبعا مو هدف مادي، هدف في العلاقة يبغوا يوصلوا له، حنلاقيهم مجبورين أنه العاطفة عندهم دائما حتكون جياشة. ليش؟ لأنه نفس الهدف بيشتغلوا عليه. مثلا أنه هم مثلا يشتغلوا على هدف كيف نحن ممكن نتعلم فض النزاعات والخلافات فيما بين بعضنا البعض. فأكيد في اليوم كله في نزاعات لازم تمر. لما هم أكيد. مركزين في هذا الهدف حتلاقي أنه مشاعرهم برضو حتزيد وتكبر يعني في هذه المساحة. ممتاز. كمان عندنا طيب اللي هو خديجة، احنا قبل الختام، يعني قبل ما اختم مع حضرتك، عايزة اعرض عليكي نموذج سريع وتنصحينا انه احنا كزوجات وازواج نوصل له ازاي.
بنشوف بعض النماذج الجميلة جدا اللي يبقوا يعني في عمر كبير جدا، يعني ما شاء الله مثلا في ال70 وفي ال80 ربنا يبارك فيهم، ويقولوا احنا عشنا مع بعض اكتر من 40 سنة وما زال حبها في قلبي كأني لسه خاطبها، وهي تقول انا لسه بحبه بعد 40 او 45 سنة من جوازي له، وكأني لسه عروسة في بيته، ولسه الحب والمشاعر والود والهزار والضحك ما بينهم كأنهم لسه شباب. احنا ازاي نوصل للنموذج الحلو ده يا استاذة خديجة؟ طيب، النموذج الحلو هذا نوصل له أول شيء إنه زي ما احنا قلنا نحترم فروقنا الفردية ونتفهم فروقنا الفردية. أنا كرجل لازم اليوم أعرف إيش عندي وإيش ما عندي، إيش أقدر عليه وإيش ما أقدر عليه، ما الذي سوف أقدمه ما الذي سوف لن أقدمه في هذه العلاقة. وكذلك المرأة لما يدخلوا بهذه العقلية أو عقلية أهل أول، كان يدخلوا في الزواج إنه استثمار، فكانوا يستثمروا في العلاقة، مو زي الآن. الآن بيستثمروا ممكن في الأولاد لكن مش في العلاقة، مش في علاقة الزواج. فبيدخلوا زمان الرجال والنساء في الزواج إنه شيء أبدي، فمستعدين يقدموا من أجل هذا الزواج التضحيات والمعرفة والثقافة والتنازلات. والمال والمش عارفة والتنازلات وكل شيء، وما أيوة. كانوا يشعروا إنه هذا بيأثر ولا بيخل أصلا بشخصيتهم ولا بينقص من قدرهم. الآن أيوة. الواقع ما مختلف كانش في جملة تماما. كرامتي كرامتي لو سمحت، كرامتي لو سمحتي انت لا خلاص، عملتي اثنين في واحد، هم كانوا اثنين في واحد. الآن كل واحد، واحد زائد واحد يساوي اثنين، يعني زمان كانوا اثنين في واحد، يعني مع بعض في السراء والضراء. الاستثمار في العلاقة يا أستاذة ندى هو اللي أنت بتشوفيه من خلاله 40 45 سنة في الزواج، مو بس بالتقادم لا، إنما تسمع الرجل ما يعيب ويقول أنا ما زلت أحبها زي أول مرة، أو هي تقول أنا زي ما هو نفس الشيء، لأنه استثمرت في ذي العلاقة. أيوة. الآن ما في استثمار مع الأسف الشديد، كل شيء سريع سريع سريع، الحياة سريعة سريع، إيقاع سريع سريع، فبالتالي ما بتشوفي هذه الحالات كلها يعني. فما شاء الله تبارك الله، الحمد لله إنه ما زلنا نسمع هذه النماذج القديمة اللي يقول فعلا لك أنا الحمد عشت في لله. هذا الزواج وما زلت أحبها وأغليها وهي تاج راسي. يعني الرجل قليل جدا يقول هذا الكلام، المرأة ممكن بسهولة تقول، لكن إذا قال الرجل اعرفي تماما أنه هو واصل لحالة الرضا في علاقته مع هذه المرأة. نسأل الله سبحانه وتعالى فهي أن دعوة يعمر للاستثمار بيوتنا في جميعا الزواج يا نفسه. رب بالحب اللهم والمودة آمين. والرحمة يا رب العالمين. في نهاية الحلقة بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية واللايف كوتش، على هذا الطرح المميز كعادة حضرتك معنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى بيوتنا وبيوت المسلمين أجمعين بالحب والمودة والرحمة، ويجعل كل زوجة سكن لزوجها وكل زوج يكون سكن لزوجته. انتهت حلقة قوارير اليوم، ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون نالت إعجابكم، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.